الرأي مطروح للجماعة. هذا برنامج للرأي الحر على كل حال. هذا موضوعنا في الساعة الثانية، ولكن دعونا الآن نفتح ملفنا الأول. أهلا بكم. أثارت تصريحات وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل التي هاجم فيها المملكة المغربية إضافة إلى تونس ومصر، أثارت استياء كبيرا في الجزائر وأيضا في المغرب بالطبع. وصفها مثقفون وإعلاميون بأنها فاقدة للاتزان ومسيئة، وتساءل مراقبون عن أسباب وخلفيات ما يصفونه بالتهجم المجاني لمساهل على 3 دول شقيقة، ونشير طبعا إلى المغرب ومصر وتونس، ووضعها البعض في خانة السقطة الدبلوماسية الكبيرة أو ربما تعمد خلق مشاكل بين الأشقاء. نذكر بأن مساهل كان قال في مؤتمر اقتصادي عقدته منظمة رجال الأعمال الجزائريين أن البنوك المغربية تقوم بتبييض أموال الحشيش أي المخدرات بحسب ما نقله إليه رؤساء أفارقة. ورفض مساهل اعتبار المغرب نموذجا للتوغل الاقتصادي في إفريقيا، وقال إن المغرب ليس المثال الذي يحتذى به في إفريقيا بالنظر لاستثماراته. المغرب لا يقوم باستثمارات في إفريقيا عكس ما يشاع، بل إن بنوكه تقوم بتبييض أموال الحشيش. هناك قادة أفارقة يعترفون لي بذلك، والكلام للوزير الجزائري. وأضاف مساهل أن الجزائر ليست المغرب، كثيرون يتحدثون عن المغرب وتواجده في أسواق الدول الإفريقية، لكن في الحقيقة المغرب لا شيء من ذلك. الجميع يعرف من هي المغرب، هي منطقة تبادل حر مفتوحة أمام الشركات الأجنبية لفتح مصانع وتوظيف بعض المغاربة. وأشار إلى أن الخطوط الجوية المغربية لا تقوم بنقل المسافرين فقط، لكنها تنقل أشياء أخرى أيضا، وهي إشارة واضحة إلى نقل المخدرات بحسب متابعين. كما هاجم مساهل مصر وقال إنها دولة تقضي كل الوقت في طلب القروض من صندوق النقد الدولي أو من جهات أخرى، بخلاف الجزائر التي لا تطلب استدانة من أي طرف. وتطرق أيضا إلى تونس وقال إنها تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة. تساءل بعض المتابعين إن كان ما بدر عن الوزير الجزائري يعتبر سقطة دبلوماسية تتطلب محاسبة من الحكومة والسلطات الجزائرية، أم هي اختلاق متعمد لمشاكل غير موجودة مع دول الجوار في محاولة ربما من السلطة الجزائرية للهروب وإخفاء المشاكل المتعددة والشائكة على مستوى الجبهة الداخلية. يرى الكثيرون أنه لا مكان ولا زمان في صالح الجزائر الآن لإعلان تصعيدها هذا في اللهجة مع دول الجوار، ودول الجوار هذه ليست بعيدة، هي دول شقيقة وصديقة. المغرب والجزائر العلاقة إذن أين تبدو سائرة الآن؟ لأن كل دائما يتوقع أنه سيبدأ الحوار يبدأ التقارب ويبدأ حل المشاكل البينية. لقد طال الزمن، الحدود مغلقة منذ تسعينيات القرن الماضي، صدق ولا تصدق. لكن في ضوء تصريحات وزير الخارجية الجزائري الحالية يبدو الأزمة تزداد تعفنا بنظر البعض. إلى أين تتجه هذه العلاقة في ضوء تصريحات وزير الخارجية مساهل؟ لمن لم يتابع طبعا هذه التصريحات كما قلنا موجودة على مواقع التواصل على اليوتيوب، بإمكانكم العودة إليها لمن يود أن يضيف.